ورد وحادثه، واحد بيقيس بالقلم. والله ربنا يستر على الناس يا جماعه، انا مش بضحك. ربنا يستر على الناس ايه؟ ده مطرح راس الناس، ينفع تهزر كده؟ بص انا يعني قلنا مش كل الفيديوهات تبقى جد شويه. جد ايه؟ ده مطرح راس الناس. يعني ممكن يكون والله دي منا نزلت لنا العربيه، نزلت لك العربيه وما تعرفش قصتها. ولا عارف قصه العربيه ولا عارف الوضع بتاعها عامل ازاي، بس انا شايف قدامي وضع كارثي. والله انا نفسيتي تعبت يا جماعه، والله نفسيتي تعبت واعصابي تعبت من الحوادث الثقيله اللي بتيجي. فرجونا كده على الحادثه، فرجنا على الحادثه كده. هل العربيه دي ينفع تتصلح؟ هنرجع نقول تاني يا باشمهندس، مفيش حاجه ما ينفعش تتصلح، بس هي الفكره. طب انت كنت بتقيس بالقلم ليه؟ انا عايز اطمن اصلا العربيه فابريكا قبل الحادثه ولا لا، هو ده الهدف. يعني دي هتفرق في طريقه الشغل. لو العربيه ما كانتش فابريكا قبل الحادثه، فهنا العميل ممكن يتقبل ان يبقى في اجزاء في العربيه فيها معجون. لكن للاسف بقى في عملاء لما بيكون عربيتها فابريكا يجي يقول لك انا جاي عند رامي بانوراما انا عايزها فابريكا. ماليش دعوه، معجونه مش معجونه. الساحر بقى. بص، ففي حاجات بتقبل وحاجات لا. في نقطه حابب ان انت توضحها للناس، عشان احنا يعني ايه وجع دماغ بسبب الموضوع ده جامد. هنضطر نعمل ورقه كده للموضوع دوت، بحيث ان الناس تبقى فاهمه ايه الفرق ما بين الفابريكا القلم والجهاز وايه الهدف. هقول لحضرتك الحقيقه كامله. اي حد محترم هيقدر ان انا هقوله ده. انا الاول لما كنت بشتغل بالجهاز حطيت في موقف ان ايه اللي حصل، ان انا في شيخ فاضل قابلته واتكلم معايا كلام انا بكيت من الكلام اللي قاله. قال لي يا رامي انت راجل محترم وراجل بتعمل الشغل فعلا كويس. قال لي بس انا هسالك سؤال واحد، هو ده هيبقى الفيصل. قال لي انت وانت بتعمل عربيه وبتسلمها، انت عندك قناعه ان اللي خد منك العربيه دي وهو بيبيعها هيقول ان العربيه كان معمول فيها كذا وعمله؟ انا لساني تقل ما عرفتش اجاوب. قال لي لا تاني يا رامي انت قنعت ان العميل ده وهو بيبيع العربيه هنا العربيه كانت عامله؟ قلت له بص خليني اقول لك بامانه، هقول لك 50 ما اقدرش اقول لك 100%. قال لي يبقى ال 50 دول انت ما شلتش ذنبهم وال 50 دول انت شلت ذنبهم. طيب يعني هو المرحله عامله ازاي عشان برضه واضح. هنعمل شغلنا حلو زي ما احنا بنشتغل، هنقدم اعلى كواليتي، بس ليك عليا ان انت ما يبقاش عندك مشاكل مع المرور. لكن في البيع والشراء ما تشيلنيش ذنب ان انت، انا اسف في اللفظ، ان انت تلبس بني ادم عربيه. هو الهدف الاسمى او الهدف المحترم اللي انت تاخد العربيه ما يحصلكش مشكله فيها في المرور. بالظبط. يعني العربيه ما تتحولش لجنه وتدخل في مشاكل ووجع قلب. العربيه بتتبهدل في اللجنه يعني. لكن انت ما يبقاش هدف ان انت جاي عندي، انت النيه قدام ربنا انت جاي وناوي عقد النيه ان انت تعمل عربيه عندي وتطلع تبيعها بره فابريكا. لا ده مش مقبول يا باشمهندس. لا ده مش مقبول، وما اعتقدش ان انت تسعى او لا اتعلمت. انا غلطت في الاول وانا بعترف، انا بس والله ما كان نيتي ان الناس تلبس، ما كانش نيتي. خلاص يبقى هو كده اهم حاجه المرور، حته اللي عايز يبيع ويلبس الناس. انا مش هكون شريك في ده. جزاك الله خيرا يا شيخ رامي. حبيبي يا باشمهندس.